بيبدأ فيلمنا في إندونيسيا سنة 1998 من واحد اسمه سيمندي، وهو بيصحي بنته راهيو عشان صلاة الفجر. فراهيو بتروح عشان تتوضى، بس بتلاحظ إن في حركة غريبة في البيت، بس بتفتكر إن دي كلها تهيؤات. بتروح على مرات أبوها وأخوها الصغير عشان تطمن عليهم، بس بتلاقيهم نايمين. وبتروح عشان تصلي، وبتلاحظ وهي بتصلي إن في واحد مجسم واقف وراها، ومرة واحدة بيختفي. بس بعد راهيو ما بتخلص صلاة بتسمع صوت خبط بيكون جاي من أوضة أبوها، ولما بتطلع تجري على هناك بتلاقي في 2 ماسكينه وعمالين يضربوا فيه. ولما بتحاول تنقذه واحد منهم بيروح عليها وبيضربها، وابوها بيفضل يصرخ وبيقوله سيبها وملكش دعوه بيها. بس السكينه بتكون على رقبته وما بيبقاش عارف يعمل حاجه. وفجاه راهيو بتصوت اول ما بتلاقيهم بيذبحوا ابوها قدامها، وبتفلت من اللي هو ماسكها ده وبتفضل تعد في خده لحد ما بتطلع اللحم معاها. واللي ذبح ابوها بيهجم عليها وبيضربها بالسكينه في ايديها، وراهيو بيغمى عليها وبيمسك راس ابوها وبيقطعها وبيحطها قدام البيت عندهم. وبنروح للاخبار اللي في الجرايد اللي بتتكلم عن المذبحه اللي حصلت في اندونيسيا، وراح فيها 100 ساحر في قرية اسمها بانيونجي، وإن أهل القرية قتلت كل السحرة اللي موجودين في القرية وعذبت شوية منهم وحدفتهم من فوق الجبال. وبعد 2 سنين من الحادثة راهيو وهي شغالة في محل ملابس موجود في سوق قريب من البيت اللي هي قاعدة فيه دلوقتي، وبتكون عايشة مع مرات أبوها نينيونج، وبتسمعها وهي بتتكلم مع سانتوس اللي بيكون أبو نينيونج، وبتقوله إن راهيو بتشتغل وبتساعد في البيت. فبيقول لها المفروض إن هي تقعد في البيت وأنا هبعت لكم أي حاجة أنتوا تحتاجوها. وبتدخل عليهم وسانتوس بيقول لها إن هو جاب لها الخزين بتاع الشهر كله، وبيديها فلوس كمان لو حبت تشتري حاجة. وراهيو بتشكره وبتطلع على فوق، بس بتفضل واقفة عشان تسمعهم وهما بيتكلموا. وبتلاقي سانتوس بيقول لنينيونج من الأفضل إنهم يروحوا يعيشوا معاه في القرية ويبعدوا عن اللي بيحصل هنا، لأن القرية هنا ما بقتش أمان. ونينيونج بتقوله إن راهيو مش عايزة تمشي من هنا، وهي اللي مصممة إن إحنا نفضل قاعدين. فسانتوس بيقول لها إن القرار ده قرارك ولازم انتي اللي تاخدي القرار ده. وبتقوله برغم إن راهيو مش بنتها، بس هي لو عندها بنت ما كانتش حبتها كده. وبيفكر إن جوزها قبل ما يموت كان عايز يبيع البيت والمحلات دي كلها ويمشي من القرية. وبعد ما بيمشي راهيو بتاخد طبق فاكهة وبتودي لجارهم، بس لما بتدخل جوه مش بتلاقي حد موجود، وبتشوف قدامها عصاية بتكون على شكل تعبان. وأول ما بتقف قدامها بتفتكر اللي حصل في الماضي، وبتشوف أبوها وهو بيجري على أمها وبيلاقيها ميتة في السرير بتاعها. وبيفضل يدور على راهيو لحد ما بيلاقيها قاعدة في الدولاب وماسكة العصاية دي في إيديها. وبتفوق على صاره وهو بيقول لها انتي بتعملي ايه هنا؟ وبتبص على العصاية وبيقول لها ان ابوكي اداني العصاية دي عشان اقدر احميكي بيها، وانها لو ضاعت ولا حصل لها اي حاجة هيبقى مصيرك زي مصير امك. وبتقوله ان هي جابت له فاكهة وبتسيبه وبتمشي. ولما بتطلع بره بيخرج وبينادي عليها، وبيقول لها ان هو عارف ان هي ما بتحبش جدها سانتوس، لانه مصمم ان هو يبيع الاملاك بتاعتهم هنا وياخدهم على القرية عنده. وبيقول لها ان هو لو عمل كده تقدري انت ترجعي لبيتكم القديم اللي انت اتولدتي فيه، اللي ابوكي اتبرع بيه وبقى مسجد صغير، وتقدري تقعدي فيه. وبيوصف لها مكان المسجد، وبيقول لها ان هو موجود ورا السوق. وفعلا راهيو بتاخد بعضها وبتروح على هناك، وكان في ندها ندهت عليها وبتلاقي في واحد دخل عشان يصلي. بس بنلاحظ ان هو بيصلي في حد بيحط ايده على كتفه، والراجل بيتخض بس بيحاول ان هو يمسك نفسه وبيكمل صلاة. وبعدها بيلاقي نفس الايد على كتفه والخوف بيسيطر عليه، وبيبقى متأكد ان مفيش حد غيره في المسجد، بس برضه بيكمل صلاة. وفجأة بيلاقي ايد شكلها مرعب بتتحط على كتفه، وبرضه بيفضل ثابت وبيكمل صلاة. وفجأة النور بيفضل ينور ويطفي في المكان كله، وبتكون راهيو بتتوضى عشان تدخل تصلي. بس الراجل بيتصدم اول ما بيسمع ان في ناس كتير بتصلي وراه وعمالين يكرروا اللي هو بيقوله، وبيفضل ثابت لحد ما بيخلص صلاة. وبيلف عشان يشوف مين اللي ورا، بس ما بيلاقيش حد موجود، وبيطلع يجري من الجامع والخوف بيكون مسيطر عليه. بس المعلم هنا بيرجع ياخد الشبشب تاني، وراهيو بتشوف اللي حصل وما بتبقاش فاهمة هو في ايه. وبتدخل الجامع وبتروح عشان تنور النور، بتلاحظ ان في كائن مرعب بيكون واقف وراها، بس اول ما بتنور النور بيختفي. وبتروح عشان تصلي، بس اول ما بتبدأ صلاة بتتصدم ان في حد بيكرر وراها اللي هي بتقوله، والنور بيفضل ينور ويطفي. وبتغمض عينيها وبتكمل صلاة. وبنلاحظ ان الاشباح بتكون بتحوطها في كل حتة وواقفين يبصولها وبيصلوا وراها. بس راهيو بعد ما بتخلص صلاة ما بتلاقيش حد موجود، وفجأة بتلاقيهم ظهروا كلهم حواليها، وبتفضل تصرخ وبتقوم عشان تطلع تجري. بس فجأة بتلاقي نفسها في بيتهم القديم، وبتتصدم أول ما بتلاقي نفسها رجعت تاني صغيرة. وبتطلع على الدور اللي فوق وبتدخل الأوضة بتاعت أبوها، وبتلاقي في راجل نايم قدام أبوها وأبوها بيعمل عليه طقوس، وبيفضل يقول كلمات غريبة وعينيه بتتحول. وبنلاقي دخان أخضر بيدخل جوه بقه، وبيخرج من بقه تعبان وبيدخل بقه الراجل اللي نايم قدامه. بس فجأة بيطلع تعبان تاني من بقه، وبيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما التعبان بتاع سيمندي بيكسب، وبيبقى كده قدر ان هو يعالج الراجل. بس التعبان بيروح ناحية راهيو وبيقف قدامها، وبنعرف ان هي عندها نفس القوة اللي عند ابوها، بس ابوها بيجري عليها وبيمسك التعبان وبيتحول لعصاية. وراهيو بتطلع تجري
وبنلاقي راهيو خارجة من الجامع، وتاني يوم الصبح وهي بتشتغل في المحل الزباين بيسيبوا المحل اللي جنبها اللي بيكون شغال فيه واحدة اسمها ريري، وبيروحوا عند راهيو في المحل. بس ريري بتفضل تلقح على راهيو بالكلام، وبتقولها ان هي عارفة ان كل اللي بتعمله بالسحر والشعوذة، والزباين بتسيبها وبتمشي. وريري بتفضل تقول لراهيو ان ابوكي كان ساحر، واكيد انتي برضو متعلمة السحر زيه وبتعملي نفس الحاجات اللي هو كان بيعملها. بس راهيو بتتعصب من الكلام ده، وبتلاقي عينيها شكلها اتغير وبقى شكلها مرعب، وبتكون خلاص هتموتها. بس السوق كله بيتلم وبيحوشها عنها. وشاب اسمه ردمان شغال في السوق بيحط ايده على راهيو وبيفضل يقول ايات من القرآن لحد ما بترجع تاني لوعيها. وواحدة من اللي واقفين بتقول ان ابن اخوها حصل له امبارح نفس اللي حصل ده، بسبب ان هو دخل صلى في الجامع اللي ورا السوق. وردمان بيسألها اذا كانت راحت صلت في نفس الجامع ده امبارح ولا لا. ويفضلوا كل اللي واقفين يتكلموا ويقولوا ان ابوها هو السبب، لانه كان بيعمل الاسحار والتعاويذ بتاعته في البيت اللي هو عمله مسجد. بس راهيو ما بتردش على حد وبتسيبهم وبتمشي. وفي نفس اليوم لين يونج بتدخل عليها الأوضة وبتسألها على اللي حصل معاها في السوق، وبتسألها إذا كانت راحت المسجد اللي ورا السوق وإن في أرواح بتزعجك في صلاتها ولا لأ. بس راهيو ما بتقولهاش على حاجة، وبتقولها إن مفيش أي حاجة بتزعجها. ولين يونج بتقولها لو حست بأي حاجة تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وبتلف على شمالها 3 مرات. وتاني يوم راهيو بتروح نفس المسجد وبتلاقي واحد جوه بيكون بيصلي، بس باين عليه التعب. ولما بتبص عليه بتلاقي فيه روح طفل متعلقة في رقبته. وراهيو بتفتكر ان دي كلها تهيؤات، وبتفضل تدعك في عينيها لحد ما الطفل ده بيختفي، وبتدخل عشان تصلي. بس قبل ما بتبدأ صلاة بتلاقي الشبابيك كلها عمالة تتقفل لوحدها، بس بتغمض عينيها وبتبدأ تصلي. بس فجأة بتشوف رجل شبح مرعب بتكون ورا الستارة، ولما بتبص فوق ما بتلاقيش أي حاجة، وبترجع تاني تبص تحت وبتلاقي كل حاجة اختفت. بتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وبتلف على شمالها 3 مرات. بس لما بترجع تفتح عينيها مش بتصدق لما بتلاقي شبح واقف قدامها وماسك راس شبح تاني في ايده. وبتفضل راهيو تصرخ وبتيجي عشان تقوم، بس بتلاقي نفسها وقعت على أشباح كتير والرعب بيسيطر عليها. وأول ما بتقلع الخمار بتلاقي نفسها رجعت لبيتهم القديم، وبتطلع الدور اللي فوق وبتلاقي في واحد نايم قدام أبوها وبيكون قاعد وبيعمل عليه طقوس. وبتلاقي نفسها وهي صغيرة داخلة الأوضة وبتقعد جنب أبوها، والأشباح بتفضل تلم حاجات غريبة من على جروح الراجل اللي بيعالجوه، وبيلموها كلها وبيحطوها في ايد راهيو. بس أبوها أول ما بياخد باله بيحدفهم من ايديها، وبنسمع صوت صريخ من تحت. ولما راهيو الكبيرة بتنزل تحت بتلاقي راهيو وهي صغيرة ممسوسة من الجن وعمالة تصرخ بطريقة هستيرية، وشكلها بيبقى مرعب. وأبوها بيحاول إن هو يعمل لها أي حاجة بس ما بيعرفش. وبيجي أبو نينيونج وبيقوله أنا أقدر أساعدك بس بشرط إن أنت تبطل الحاجات اللي أنت بتعملها. وبيقوله إن هي عندها قوة خارقة ولازم نعالجها ونبعد الأرواح دي عنها عشان تستخدم القوة اللي معاها دي لما تكبر في الخير مش في الشر. وأبوها بيقوله إن هو هيعمله كل اللي هو عايزه بس ينقذ بنته من اللي هي فيه. وسانتس بيحط إيده على دماغها وبيبدأ يقرأ آيات من القرآن، وراهيو بتفضل تصرخ بأعلى صوت عندها. بس راهيو الكبيرة برضو بتحس بصداع وبتفضل تصرخ هي كمان لحد ما بتفوق تاني في المسجد، وما بتبقاش فاهمة هو ايه اللي بيحصل. بس فجأة النور بيفضل ينور ويطفي، وبتظهر أشباح في كل حتة في المسجد بتكون بص عليها وعمالة تقرب منها. وراهيو بتطلع تجري على الباب وبتحاول ان هي تفتحه، بس على آخر لحظة بتقدر ان هي تفتحه وتطلع تجري. وفي نفس الوقت بتكون مينا أم ريري موجودة عند نينيونج في البيت وعمالة تتخانق معاها بسبب اللي راهيو عملته في بنتها، وبتقول لها عشان هي عيلة صغيرة يعني بنتك تمسكها تضربها. ونينيونج بتفضل تتأسف لها لحد ما راهيو بتوصل، وبتلاقي الناس ملمومين حوالين بيتها وبيفضلوا يقولوا ان راهيو دي بتتعامل مع الجن والأشباح، وان اي حد بيضايقها بتسلط عليه. وراهيو بتفضل تتخانق معاهم، ومنى بتقول لها ان ابوكي كان ساحر وان انتم اكيد زيه وبتعملوا نفس الاسحار اللي هو بيعملها. بس ردمان بيهديها وبيقول لهم حتى لو هي ممسوسة فهي ملهاش اي ذنب في اللي حصل. بس منى بتقوله انت ساكن جديد في القرية ومتعرفش حاجة ومتعرفش ابوها كان شغال ايه ومات ازاي. وراهيو بتحاول ان هي تهدي نفسها وتتأسف لها، وبتقول لها ان هي ما كانش قصدها ان هي تأذي ريري ولا اي شخص تاني غير ريري. وريري بتطلب من امها ان هما يمشوا، بس امها بترفض اعتذارها وبتفضل تزعق فيها. بتقول لها تبطل الحاجات الشيطانية دي اللي هي بتعملها، يا اما هتقطع راسها زي ما قطعوا راس ابوها زمان. وراهيو بتتضايق وبتكون عايزة تضربها، بس نينيونج بتمنعها وبتاخدها وبتدخل على جوه. ونينيونج بتقول لها ينفع اللي انت عملتيه النهارده ده؟ انت اللي طلبت مني ان احنا نفضل قاعدين هنا ونمشيش، فلازم تستحملي كل اللي بيحصل. فراهيو بتقول لها هنمشي نروح فين؟ انا اتولدت هنا
وتركة أبويا كلها موجودة هنا، وبرغم إن المحلات مقفولة وإحنا معندناش دخل، بس برضه مش هبيع حاجة وهفضل قاعدة هنا على طول. فسانتوس بتقول لها إن أبوها طلب منها كده إن هما يروحوا يعيشوا معاه في القرية عشان يفضلوا عايشين في سلام ويبعدوا عن اللي بيحصل هنا. بس راهيو بتقول لها إن أبوكي ده عايز يستولي على التركة بتاعت أبويا، ودي خطته من زمان. ونين يونج بتبصلها وبتكمل وبتقول لها ما تستغربيش، هو بيلعب بيك انتي كمان، وإن جوازك أبويا بعد ما أمي ماتت بكام يوم عشان يضمن إن كل حاجة تبقى ليه في المستقبل، وبعدين أبويا بيموت في حادثة بشعة، وبكده يبقى الطريق فاضي قدامه إن هو ياخد كل حاجة. ونين يونج بتبقى قاعدة قدامها مصدومة من اللي هي بتقوله وما بتعرفش ترد عليها تقول لها ايه. وراهيو بتسيبها وبتروح تاني على المسجد عشان تصلي، وبتلاقي رضمان هناك وبيكون لسه مخلص صلاة وبيقول لها ان المكان امان وما فيهوش اي حاجة، وممكن كمان ان هو يستناها بره بعد ما تخلص عشان ما تحسش بالخوف وهي بتصلي. فبتقول له لا، ممكن انت تمشي. وبتبدأ راهيو في الصلاة، بس وهي قايمة من السجود بتلاحظ ان في واحدة نايمة قدامها، ولما بتبص على مين اللي نايمة دي بتلاقي نفسها وهي صغيرة بتكون نايمة في حضن شبح وعمال يطبطب عليها. وراهيو بتتخض وبتطلع تجري من المسجد، بس فجأة بتلاقي نفسها في بيتهم القديم، وكل ما تحاول تطلع من مكان بترجع تاني لنفس المكان. وفجأة بنلاقي أشباح بيحوطوها من كل حتة، وراهيو بتفضل تصرخ والرعب بيكون مسيطر عليها. بس فجأة بيظهر ردمان وبيشدها، وبتفوق راهيو وبتلاقي نفسها في البيت، وردمان وسارو قاعدين جنبها. سارو بيسألها إذا كانوا رجعوا يظهرولك تاني، فبتبتسم وبتقوله هما مين دول؟ فبيقولها اللي انت رحتي لهم عشان تستدعيهم. ولما بتسأله ايه اللي حصل، ردمان بيقول لها ان هو فضل مستنيها لما تخلص صلاة، بس لاحظ عليها وهي بتصلي بتكون عمالة تتشنج وبتحصل معاها حاجات غريبة، ولما شدها من الصلاة وفوقها من اللي هي فيه اغمى عليها. وسارو بيسألها ايه اللي خلاكي تروحي لهم تاني، بس رجوعك اصلا للمدينة ودخولك المسجد ده انجذاب جاي منهم هما، وده كله حصل عشان يجيبوكي ويعرفوكي الحقيقة ايه. وتاني يوم الصبح راهيو بتكون نايمة في الشغل، بس فجأة بتحس بتعب وبتفضل ترجع من بقها سائل بيكون لونه أخضر، وفجأة بتلاقي المحلات اللي قدامها كلها ساكنها أرواح مرعبة بيكونوا واقفين قدامها. وفي نفس الوقت مينا بتلاحظ إن كل الناس بتشتري من عند نين يونج ومحدش بيشتري من عندها حاجة، فبتتعصب وبتبدأ تتخانق معاها وبتقول لها إن واضح إن البنت وماما بيستخدموا نفس السحر. وراهيو بتكون واقفة وبتتفرج على اللي بيحصل، ومينا بتزعق لها وبتزق لها الحاجات بتاعتها وبتوقعها لها على الأرض، وبتقول لها السوق كله قرف من اللي انتوا بتعملوه. وفجأة عند راهيو بنلاقي ان في تعبان خرج من جنب رجليها، وفجأة مينا بتحس بالألم وما بتقدرش ان هي تمشي وبتقع على الأرض، والسوق كله بيتلم عليها. وبنتها ريري بتجيلها جري، ولما بيشوفوا رجليها مالها بيتصدموا أول ما بيلاقوها مليانة كلها جروح والدود عمال يخرج منها. وتاني يوم بالليل القرية كلها بتتجمع قدام البيت عندهم وبيطلبوا من يين يونج ان هما يمشوا ويسيبوا القرية، بس ردمان بيوصل وبيحاول ان هو يهديهم، بس بيزقوه بيقولوله ملكش دعوة انت ما تعرفش اي حاجة. وراهيو بتنزل عشان خاطر تفتح لهم، بس نين يونج بتمنعها وبتقول لها اوعي تعملي كده. وسارو بيجي وبيقول لهم انتوا واقفين هنا بتعملوا ايه؟ فبيقولوا له ان الناس اللي جوه دي بيستخدموا السحر في الشغل بتاعهم في السوق، واذوا ناس كتير قوي من اهل القرية، وكل اهل القرية عارفين ان هي كانت بتساعد جوزها في الاسحار اللي كان بيعملها. وسارو بيزعق فيهم وبيقول لهم ما ينفعش نجيب سيرة الميتين، والناس دي ما اذتش حد فيكم، ولو بتتكلموا عن السحر فنصكم بيستخدم التعويذ السحرية في التجارة بتاعته، ومحدش من اللي واقفين بيقدر ان هو يرد عليه. وبيقولوا له لو حصل اي حاجة تاني منهم هتكون على مسؤوليتك، وبيوافق وبيمشوا من المكان. وفي نفس الليلة لما راهيو بتطلع عشان تنام بتلاحظ ان في سرب من الخفافيش عمال يلف حوالين البيت عندها، ولما بتغمض عينيها وبترجع تفتحهم تاني بيتحولوا للون الاسود وبيبقى شكلها مرعب. وفي نفس الوقت بنلاقي ان في تعبان عمال يلف حوالين رقبة مينا لحد ما بيخنقها وبتموت. ولما بنتها بتدخل عليها بعد شوية بتلاقي امها ماتت وجسمها كله متعفن. وتاني يوم الصبح اهل القرية كلهم بيتجمعوا عند بيت نين يونج بعد ما بيعرفوا خبر وفاة مينا، وبيتهموهم ان هم السبب في قتلها بسبب السحر اللي بيعملوه. بس سارو بيقول لهم ان جوزها هو اللي كان ساحر وهو دلوقتي ميت، وانتوا ما عندكوش اي دليل ان راهيو او نين يونج هم اللي بيعملوا كده. وراهيو بتتضايق وبتطلع من البيت وبتفضل تحتف عليهم الحاجات اللي قدامها، بس ردمان بيهديها. وبعد مناقشات كتير سارو بيقول لهم ان نين يونج هتحلف قسم الموت اذا كانت هي اللي عملت السحر لمينا ولا لا، والقسم ده هتقسمه وهي متكفنة عشان لو كدبت هتموت. والكل بيوافق على فكرة سارو وبيمشوا. وتاني يوم الصبح سانتوس بيروح لسارو لما بيعرف اللي هو هيعمله في بنته، وبيقوله
إن مش هو ده الحل، انت كده بتكبر المشكلة أكتر، والحل إن المحلات اللي في السوق دي كلها لازم تتعقم، وراهيو يتعمل لها جلسة طرد أرواح من تاني. وسارو بيقوله إن الناس محتاجة لدليل قاطع عشان يجاوب على كل اللي بيحصل في السوق، وبيقوله بلاش انت تتكلم عن راهيو لأن انت أكبر مشكلة في حياتها. وفي نفس اليوم بالليل أهل القرية كلهم بيتجمعوا في المسجد عشان يحضروا القسم اللي هتقسمه لنيونج. وفي نفس الوقت بتكون راهيو في البيت مع أخوها لوحديهم، وفجأة بتحس إن في حاجة مسيطرة عليها، وبتسيبه في البيت لوحده وبتروح على المسجد اللي هي بتصلي فيه. وفي نفس الوقت بيبدأوا يعملوا الطقوس على نينيونج وبيلبسوها الكفن، وسارو بيقول لها قولي ورايا، وبتفضل تقول وراه القسم اللي هو بيقوله لحد ما بتروح في النوم. وفجأة بتلاقي نفسها صحيت في عالم تاني. وفي نفس الوقت بتكون راهي وصلت المسجد وابتدت تصلي، وبتفضل نينيونج تحاول تخرج من العالم اللي هي دخلت فيه، وبتشوف جوزها وهو قاعد وعمال يعمل طقوس، وبنلاقي ان راهيو بيصلي وراها مجموعة كبيرة من الأرواح، ونيونج لسه بتحاول ان هي تخرج من العالم اللي هي فيه، بس الأشباح بتفضل تطاردها وبتحاول ان هي تمسكها. بس راهيو بعد ما بتخلص صلاة بيكونوا الأشباح اتجمعوا حواليها، وبتلف مرة واحدة وبتلاقي الشبح مقرب منها، فبتصرخ بطريقة مرعبة في وشه وعينيها بتتغير، وبنلاقي ان الأرواح كلهم بيسجدوا قدامها، وبتكون نيونج واقفة بتتفرج على راهيو، وبتلاقي دخان أخضر بيدخل جوه بقها. بس فجأة بتصحى من النوم وكل اللي في المسجد بيتخض، وسارو أول ما بيلاقيها صحيت بيقول لهم إن هي وفت بالوعد، وياريت محدش فيكم يحاول يزعجهم تاني. وتاني يوم الصبح رادمان بيقول لرايو إن هو سمع في السوق إن انتم هتبيعوا البيت والمحلات بتاعتكم وهتسيبوا القرية وتمشوا. فرايو بتقوله إن دي إشاعة وبتسيبه وتمشي. ولما بتروح البيت بتلاقي فعلا الناس اللي هيشتروا البيت بتاعهم واقفين مع نينيونج، فبتبتسم وبتدخل على جوه من غير ما بتتكلم ولا كلمة. ولما نينيونج بتدخل البيت راهيو بتسألها هم دول اللي بعتوهم أبوكي عشان يشتروا البيت؟ ونيونج بتحاول تشرح لها إن أبوها ملوش دعوة، وإن هو أصلا كان بيساعد والدها عشان يتوب على اللي هو بيعمله ده، وإن هو ما كانش عايز منه أي حاجة. ولما بتسألها أبوها كان عايزه يتوب من إيه، فبتقول لها هو كان على علاقة بالسحر الأسود وبيتعامل مع كائنات من العالم الآخر بيقدموا له خدمات. وراهيو بتقول لها إن رغبة سانتوس أبوكي إن هو يستولى على كل الممتلكات بتاعت أبويا، وبتتكلم بصوت مرعب وبتقول لها هو الشيطان الحقيقي، وشكلها بيتحول. ونينيونج بتخاف منها وبتلاحظ إن في روح وراها هي اللي بتتحكم فيها، وبيخليها تقول إن سانتوس اللي دايما بيدعي الفضيلة هو كان جزء من الخطة لجريمة القتل، واليوم اللي حصل فيها الجريمة وطردهم من بيتهم القديم كان واقف مع واحد من اللي قتل أبوهم، وعرفته بسبب التعبير اللي في وشه، ولو ما كانش سانتوس هو اللي قتل أبوها فأكيد عارف مين هو القاتل. بس فجأة بتفوق وبتقع على الأرض وبيغمى عليها، ولما بترجع تصحى تاني بتلاقي نفسها إن هي اتأخرت على الشغل، ولما بتروح على هناك بتلاقي صاحبة المحل طردتها واديتها بقية فلوسها وقالت لها ما تجيش تاني. وراهي بتروح على المسجد اللي بتصلي فيه لوحدها، وأول ما بتدخل بيتحول لبيتهم القديم، وبتطلع فوق الأوضة بتاعت أبوها وبتفضل تعيط وتصرخ بطريقة هستيرية، وبتفتكر كل اللي اتنمر عليها وكل اللي رفضوها عشان خاطر أبوها كان ساحر. وفجأة بتلاقي راس أبوها بتتحدف عليها، وده بيخليها تتوتر أكتر وتصرخ بطريقة هستيرية، ووشها كله بيتغرق دم. بتتحول وبنلاقي الدخان الأخضر بيدخل بقها تاني، وفجأة بنلاقي إن في قوة استحوذت عليها ونزلت تعبان من بقها وودته لنيونج البيت، وتنزل تعبان تاني من بقها وتوديه لصاحبة اللي في الشغل اللي رفضتها، والتعبان فعلا بيروح لصاحبة الشغل وبيقرصها. وفي نفس الوقت نيونج بتلاحظ التعبان التاني على سريرها وبتخاف وبتاخد ابنها وبتطلع تجري، بس لما بتبص وراها بتلاقي التعبان اختفى من على السرير، وبتفضل تدور عليه لحد ما بتلاقيه على رقبة ابنها، فبتاخده من على رقبته وبتحاول ان هي تقتله. في نفس الوقت بتكون راهيو رجعت لوعيها تاني، ولما بتسيب المسجد وبتمشي بتلاحظ ان الارواح دي بتكون واقفة حواليها، وفي نفس الوقت بتكون نيونج لسه بتحارب في التعبان. ولما بتوصل راهيو بتقول لها ايه اللي انت بتعمليه ده، بتروح عشان تمنعها، بس نيونج بتزقها وبتمسك التعبان وبتقدر ان هي تقتله. بس للاسف لما بتفوق بتتصدم ان هي قتلت ابنها، وان ده كله كان متهيأ لها ان هو تعبان، وعمالة تخبط فيه في كل حتة، وبتفضل تعيط لحد ما بيظهر جوزها قدامها وبيمدلها ايده وبيقول لها تعالي عشان تتوبي عن الذنب اللي انت عملتيه، وبيخليها تجيب كرسي وتعمل مشنقة. وراهيو بتحاول ان هي تمنعها من اللي هي بتعمله، بس بيقوم عليها ونيونج بتشنق نفسها، وبتفوق راهيو في عربية سانتوس وبياخدها يوديها المدرسة الداخلية بتاعته، وبتقابل هناك مراته أجنج. وراهيو بتقول لها أخيرا قدرتوا تجيبوني هنا. فأجنج بتقول لها إن انت في مكان آمن، وإن سانتوس كان بيعامل والدك على إنه ابنه وعمره ما هيفكر إن هو يأذيكي. فراهيو بتقول لها أنا عارفة إن هدفه الفلوس اللي سابها أبويا، وإن هو عمل ده كله عشان يستحوذ عليها.
فبتقول لها إن سانتوس طول عمره من الأثرياء، وإن المدرسة الداخلية اللي انت فيها دي كلها بالمجان، وعنده أكتر من مدرسة وكلهم برضو بالمجان، فازاي هيكون طمعان في فلوس أبوكي؟ وفي نفس اليوم بالليل بتقول لسانتوس إن هو لازم يكسب ثقة راهيو عشان ينقذها من اللي هي فيه، لأن هي مرتبطة جدا بغرفة الصلاة اللي كان أبوها بيعمل فيها الطقوس زمان، ولازم نعرف إيه سبب ترابطها بالغرفة دي. وفي نفس اليوم بالليل أجنك بتحلم بحد جاي بيقول لها على سر، فبتصحى من النوم مفزوعة وبتصحي سانتوس وبتقوله إن أنت لازم بكرة تروح الغرفة بتاعة الصلاة وتدور على هناك على عصاية بشكل تعبان. وفعلا تاني يوم الصبح بيوصلوا للمسجد هو ومجموعة من الطلبة بتوعه، وبيفضلوا يدوروا في كل حتة موجودة فيه. وفي نفس الوقت راهيو بتكون قاعدة بتعيط على مرات أبوها وأخوها اللي هي كانت السبب في قتلهم، فبتيجي أجنك وبتحاول إن هي تهديها وبتقول لها إن هي مش السبب في قتل حد، وإن كل اللي بيحصل ده غصب عنها وهي ما بتكونش في وعيها وهي بتعمل كده. وفي نفس الوقت سانتوس بعد ما بيدور في المسجد بيلاقي جمجمة بشرية معمول عليها سحر ومحطوط صورة راهيو جوه السحر، وبياخدها وبيروح لسارو وبيرميهم عليه، وسارو بيتصدم أول ما بيشوف السحر اللي جابوله سانتوس. والطلاب بتوعه بيفضلوا يدوروا في بيت سارو لحد ما بيجيبوا العصاية اللي على شكل تعبان، ولما بيحاول سارو ان هو ياخد منهم العصاية بيضربوه بياخدوها وبيمشوا. وفي نفس اليوم بالليل سانتوس بيعمل جلسة طرد على راهيو، بس راهيو أول ما بتشوف واحد من اللي قاعدين ما بترضاش ان هي تكمل جلسة الطرد، بس سانتوس بيكمل وبيرش عليها مية مقروء عليها قرآن، وده بيخليها تتعصب اكتر وتفضل تصرخ فيه، وعينيها بتتغير وبتبصله نظرات شر، بس بيمسك العصاية وبيرميها في طبق مليان كله تراب. وفجأة كل اللوند بتاعة المدرسة بتضرب والضلمة بتسيطر على المكان كله، وكل الناس بتبقى ساكتة في مكانها من الرعب. وفجأة بنلاقي رايو بتطير بالكرسي اللي هي قاعدة عليه، والأرواح بتبقى محوطاها من كل حتة، وبنلاقي الدخان الأخضر ده بيدخل جوه بقها، وسانتوس بيفضل يفكرها ان هو جدها وان هو موجود هنا عشان خاطر يساعدها وبلاش ان هي تأذيه، بس هي بتبصله وبتقوله ان انت اللي قتلت ابويا، فبيقولها لا والله ما حصلش، فبتقوله يبقى تعرف اللي قتله. وهنا بنرجع للمشهد اللي سانتوس لقى فيه السحر لسارو، وبنكتشف ان سارو هو اللي عمل السحر ده لراهيو على جمجمة ابوها بعد ما قطعوا راسه، وكل ده عشان ياخد ثروته والعصاية السحرية اللي معاه. وبنرجع لمشهد في الماضي مع واحد اسمه وحيد بيكون ابن سانتوس ومعاه صاحبه حسين، وقاعدين مع سارو بيتفق معاهم ان هم يسرقوا العصاية اللي مع ابو راهيو مقابل ان هو هيديهم فلوس كتير. بس سارو بينده لحسين صاحب وحيد وبيقوله ان هو يقتله ابو راهيو، وابوه بيستر عليهم وما بيرضاش ان هو يبلغ عنهم لانه بيكون خايف على ابنه، وبيقوله لعل ربنا يسامحكم. وبنرجع لراهيو اللي بتقول لسانتوس ان اكبر غلطة انت عملتها ان انت اتسترت عليهم طول السنين اللي فاتت دي، فبيقول لها ان ربنا يغفر له. وبعدها ابنه بيضرب في ابوه، ولما اجنك بتحاول ان هي تمنعه فبيزقها وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيقتله، بس بيرجع يفوق تاني وبيتصدم من اللي هو عمله وبيقتل نفسه وبينتحر. وراهيو بتقول لها ان هم يستحقوا الموت، واجنك بتقول لها انت مين عشان تحكمي على الناس بالموت وتعرفي ان هم هل يستحقوا ولا لا. وراهيو بتقول لها المفروض ان هم بس اللي يقرروا ان ابويا يعيش او يموت، وهم بس اللي في ايديهم السلطة دي، وبتقرب عليها وبتفضل تخنق فيها، بس اجنك بتحط ايديها على دماغها وبتفضل تقرأ ايات من القرآن، وراهيو بتفضل تصرخ ورياح قوية بتيجي من كل حتة، بس أجنك بتفضل مكملة في آيات القرآن لحد ما راهيو بتهدى والأرواح دي بتطلع من جسمها. وبعد كام يوم بيقعدوا يترحموا على الناس اللي ماتوا، وراهيو بتكون اتعالجت والأرواح دي سابت جسمها ومشيت وما بترجعش للمدينة اللي هي كانت عايشة فيها تاني، وبتفضل قاعدة مع أجنك وبياخدوا العصاية السحرية وبيدفنوها عشان محدش يعرف يوصلها تاني. بس كده يا سيدي، ودي نهاية الفيلم. ما تنساش لو عجبك الفيلم تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعارنا بكل فيلم جديد. يلا أشوفكم على خير في فيلم جديد، سلام.